السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك لو عجبكم الفيديو. أول حاجة نعمل صلصة الطماطم. أنا حطيت الأول الدقة وبعدين الطماطم وملح وفلفل أسود. الدقة دي اللي أنا قلتلكوا عليها، اللي أنا بعمل فلفل أحمر وتوم وملح وأحطها في التلاجة، أخلطها يعني في الكبة واستعملها بقى إيه لحاجات كتير في الأكل. نص كيلو بانيه. انا بقطع القطع حوالي يعني 2 او 3 زي ما تحبي. وطبعا اكون الفراخ دي بقى انا نقعها بملح وليمون وميه وكده. هنا بقى بجيب كوبايه دي كبيره كده حلوه يعني، او طبق حلو، واحط ملح وفلفل اسود وكركم وبهارات واقلبها. واخد بقى نص الكميه دي احطها في حاجه تانية، احطها يعني في بولة تانية واجيب كوباية مية واحط كده ايه واحدة واحدة واقلبها بالشوكة لغاية ما تبقى يعني ايه زي عجينة الكريب كده. ممكن تحط لها بيضة، ممكن تحط لها شوية لبن او وتحطي خل. ماشي. هنا بقى أنا نسيت اقول لكم على بحط انا بيكنج باودر. حطيت انا هنا على الدقيق ده وده بيكنج باودر. بقى المهم بقى ايه، عملت انا بقى الخلطة دي كده وجبت الفراخ بحطها فيها واسيبها نص ساعة ساعة ايه على حسب لما اجي ايه اعمل الفراخ يعني. مش لازم انت تطولي فيها يعني. خلاص انا حطيتها بقى ايه وقلبتها فيها كده، واسيبها بقى ايه في التلاجة شوية على ايه ما اجي اعمل الفراخ اما اجي اقليها يعني. هنا بقى انا بعد ما سبتها شوية رحت بقى ايه حطيتها في الدقيق، وفي طبق بقى كده يعني اعملها بقى كده في الدقيق واحطها في طبق، او تعمليها كده وتحطها في الزيت على طول عادي يعني مش تفرق. بس المهم ان انت ترصها كده جنب بعضها مش فوق بعضها. بس انا بقى ايه خلاص عملت كده. الطول او المقطع ده كده انا خلاص خلصت وحطيتها في الزيت. وهنا بقى ايه بعد ما خلصت الاكل وغرفت المكرونة وادي البانيه بعد ما خلصتها. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.